بصوا يا جماعه، انا كزملكاوي حق افهم. انا حق افهم عشان اللي بيحصل ده كتير. فانا حد يطلع كده يقف قدامي راجل لراجل يفهمني دلوقتي حالا ناو. الاستاذ مرتضى منصور رئيس اللجنه العليا للاشتراكات والتعيينات بنادي الزمالك طلع يتكلم عن خطوره كريستيانو رونالدو، وقال لازم ان احنا نشوف واحد طويل يقف جنب كريستيانو يراقبه، نخصص له واحد ليه؟ عشان كريستيانو رونالدو رقبته طويله. لا اله، هو ديك رومي؟ هو احنا هنلاعب ديك رومي؟ هو ايه اللي رقبته طويله؟ هل خطوره رونالدو كلها انحصرت في ان رقبته طويله؟ ازاي؟ ما هو ممكن تكون رقبته قصيره بس جنبه عالي، عادي حضرتك. الكلام ده ممكن يشتت اللاعيبه، رونالدو ينزل ما يشوفوش حاجه فيه غير الرقبه، فنخلي اللعيبه مركزه مع رقبه الراجل بس. لا، هو رونالدو كرونالدو ككتله، رونالدو كتله على بعضها من الخطوره والخبره والمهاره والتهديف والخدعه والمهاره، دي معروفه. طب اركن لي ده على جنب، تعالى بقى ساديو ماني. هو انت يا ساديو يالا مش لسه في عز شبابك وقدامك الدنيا طويله وقدامك تحقق انجازات؟ طلعت من ليفربول رحت على بايرن ميونخ ما عملتش حاجه، قلنا الواد هيرجع على ليفربول تاني ويجاور مو صلاح ويرجعوا الثنائيه الخطيره. فجاه لقينا الواد من يعمل لي كده ولابس تيشيرت النصر السعودي وعامل لي كده. انت فين يا ستيروي؟ انت فين؟ ولا انا عايز اسالك سؤال، هو انت فين طموحك بقى؟ يعني فين طموحك؟ فين تحقيقك للانجازات؟ انت ياد ايه اللي جابك النصر ده؟ انت تنح ده انت، انا ما شفتش في تنحتك. يعني النصر السعودي هيلاعبني بساديو ماني وتاليسكا ورونالدو وبروزوفيتش وفوفانا وتليس والواد اللي اسمه مخمري، مش عارف ايه مخمري ده ولا مش عارف، وايمن يحيى. ايه الاسماء الغريبه دي؟ ايمن يحيى ايه ده؟ اول مره اسمع اسم زي كده، اسم جديد نوفي على وداني. فساديو ماني هتكون اول مباراه ليه قدامنا. هو انا مش مستغرب ولا مستعجب ولا متفاجئ ولا مخضوض ولا بقول ايه ده، ليه؟ لان ده العادي، ده حظي في الدنيا ان انا اشوف حاجات بتحصل معايا ما بتحصلش مع حد تاني. سيب عرض سيزو، تعالى ماني. مطلوب مني ان انا اكسب. هل نحقق المعجزه اللي انا باكد لك انها هتكون معجزه كرويه؟ هل ممكن نحقق ده؟ مش عارف الحقيقه. كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده بس لازم اتكلم فيه. كابتن شوقي السعيد، ويمكن ده موضوع لازم نسمعه كويس كلنا مع بعض. شوقي السعيد مع كامل احترامي وتقديري ليه، لاعب كرة قدم سابق حصل مع الزمالك على الدوري والكأس. شوقي السعيد لاعب، مش هنقول لاعب فز ولا هنقول لاعب تعبان، هو لاعب كويس. لكن هتكلمني من بعد اعتزاله كرة القدم، من بعد ما بطل كورة، والراجل واخد طريق ان انا هطلع الاهلاويه كلهم ما بيفهموش عشان اخلي الدنيا هنا ناحيه الزمالك، ابقى انا احد اذرع الزمالك الاعلاميه يعني. فامبارح حظه سيء جدا، يعني حصل معاه موقف لا اتمناه لألد اعدائي. بيتكلم مع كابتن مجدي عبد الغني فبيقول له ان معظم الاهلاويه ما بيفهموش، واراهنك لو قلت لي ما اعرفش ايه، والزملكاويه اللي بيفهموا اكتر من الاهلاويه اللي بيفهموا. انا اقول لك على حاجه قبل بس ما ابدا كلام في الموضوع واقول لك ايه اللي حصل. الاهلاويه اللي بيفهموا اكتر من الزملكاويه اللي بيفهموا، والاهلاويه اللي ما بيفهموش اكتر من الزملكاويه اللي ما بيفهموش. دي لعبه الاحتمالات. جمهور الاهلي عدده كبير قوي، فبالتالي اللي بيفهم فيه اكتر من اللي بيفهم فينا، وبالتالي اللي ما بيفهمش فيه اكتر من اللي ما بيفهمش فينا. يعني هو اكتر في الحتتين، لان دي لعبه الاحتمالات. عدده زاد، فبالتالي كل العناصر سواء بتفهم او بتفهمش هتبقى اكتر منك، اكتر من اللي بيفهم عندك واكتر من اللي بيفهمش عندك، فدي مفروغ منها يعني. فالمهم قام قال له ما بيفهموش انت مش عارف ايه. فمجدي عبد الغني رد عليه حاجه واحده بس، قال له هو الزمالك معاه كام كاس مصر يا شوقي؟ سكت. فحضرتك يا كابتن شوقي اللي لعبت في نادي الزمالك، يا اللي بتتكلم باسم الزمالك، ما تعرفش الزمالك معاه كام كاس مصر؟ بس عمال بس الناحيه الثانيه ما بيفهموش، ما بيعملوش، ما بيروحوش، ما بيجوش. ماني انت وكريستيانو اللي افترى ظلم.
في حلقه ناريه على اليوتيوب بعد قليل. سلام عليكم ولنا الله.